لما بيكون عندك فستان بتحبيه جدا بس موته وقدمت شويه، فبتقرري ان انت تاخديه وتروحي تعملي عليه شويه رتوش كده وتركبيه عليه ويرجع احلى من الاول. ايه رايك لو انا قلتلك انك تقدري تعملي الحركه دي في حياتك؟ ازيكم، انا سايرين بساعدك في ان انت تجسدي اقوى نسخه منك ومن شخصيتك. فلو انت مهتمه بالموضوع ده اعملي سبسكرايب عشان هتلاقي هنا مواضيع تفيدك جدا. reinvent your life، عيدي ابتكار حياتك. هل ينفع فعلا اغير حياتي كلها من اول وجديد وابتدي من الصفر؟ هل ممكن ان انا كل بند في حياتي اكتب فيه اللي انا عايزاه وبدماغي بطريقه بسيطه جدا؟ عشان تبداي الرحله دي انت محتاجه الاول تعرفي انت فين اصلا من التغيير اللي انت عايزاه. انت واقفه فين الحياه اللي انت عايشاها دلوقتي؟ انت فين من كل حلم نفسك تعمليه في كل جانب من جوانب حياتك؟ عندنا في الحياه 7 جوانب: روحاني، جانب صحي، جانب عملي او الكارير، جانب مالي او الفاينانس، جانب عاطفي، جانب عائلي، جانب اجتماعي. 7 جوانب من حياتك مهمين جدا جدا جدا، ولو انتي مش متوازنه في ال7 جوانب دي فانتي اصلا كده عندك مشكله كبيره محتاجه تتعالج الاول. لكن لو انتي الى حد ما متوازنه ما بين ال7 دول، يعني كل جانب فيه رصيد معين، بس انتي مش واصله فيهم لاعلى حاجه انتي نفسك فيها، مش واصله فيهم لاحلامك في كل جانب، ساعتها تقدري تبتدي تشتغلي على كل جانب بالطريقه اللي هقولك عليها النهارده. اقعدي مع نفسك، ورقه وقلم قدامك، واكتبي ال7 جوانب، ال7 جوانب اللي انا قلتهم لك دلوقتي دول. في كل جانب منهم انت حققت ايه ووصلت لايه. اكتبي على الورق وخلي الصورة كده كاملة قدامك. تاني حاجة، هاتي ورقة تانية جديدة خالص واكتبي فيهم نفس ال7 جوانب دول، وحطي بقى تحت كل جانب اللي انت عايزة توصلي له في كل حاجة منهم. عايزة توصلي ايه في علاقتك بربنا؟ عايزة توصلي لايه في صحتك، علاقتك بجسمك؟ عايزة توصلي لايه في علاقتك بزوجك او علاقتك العاطفية؟ عايزة توصلي لايه في علاقتك بكاريرك بشغلك؟ طموحك واصل لحد فين؟ عايزة تعملي فلوس قد ايه؟ الجانب المالي بتاعك. عايزة اطفالك وعيلتك تبقى عاملة ازاي وشكلهم عامل ازاي؟ الجانب الاجتماعي والترفيهي بتاعك يبقى عامل ازاي؟ بتقضي الويكند فين؟ بتروحي فين وبتخرجي ازاي ومع مين؟ شوفي الحياة البيرفكت، الحياة المثلى اللي انت نفسك توصلي لها واللي هي في عقلك يعني صعبة ومستحيلة. كل الأحلام دي تقدري تحطيها على أرض الواقع بأول خطوة ان انت تجسديها على الورق. اكتبيها على الورق، اكتبي على الورق اللي انت عايزاه، نزليه وحطيه قدامك. ساعتها هتبقى حطيتي رجلك على اول الطريق، ان انت شايفه اصلا الهدف بتاعك بقى متجسد، بقى مكتوب، بقى حاجه موجوده هنا انت شايفاها بعينك، مش احلام في دماغك بتنسيها او بتفكري فيها كده من ان لاخر وخلاص بتروح لحالها. تالت خطوه، هتعملي جدول من 3 خانات. اول خانه هتكتبي فيها وضعك الحالي او الحياه بتاعتك اللي انت شفتي انت واصله فيها لحد فين. تاني خانه هتبقى فاضية، الخانة اللي في النص. تالت خانة هتبقى الأحلام بتاعتك اللي هنحولها لأهداف، وبالتالي هتبقى قابلة للتحقيق. مش هتبقى أحلام يقظة، مش هتبقى طموحات خيالية وخلاص، هتبقى أهداف بإذن الله مكتوبة ومحطوطة قدامك في ستيبس 1 2 3. لما تعملي كده وتعملي المقارنة ما بين الجانبين دول وتخلي في النص خانة فاضية، دي الخانة اللي احنا هنشوف فيها الفجوة. نفترض مثلا في الجانب المالي انت معاكي مثلا دلوقتي $500 مثلا، واحلامك ان انت يبقى معاكي $1000 او $2000. الفجوة اللي في النص دي انت ناقصك كام علشان توصلي للحلم اللي انت عايزاه؟ ناقصك ايه؟ ناقصك قد ايه؟ تعرفي بالظبط ايه اللي انت محتاجة تكمليه على اللي عندك علشان توصلي للهدف بتاعك، توصلي للحلم بتاعك وتجسديه. احنا كل ده ان احنا بنطلع بفضل اللي في مخنا اللي في احلامنا على الورق عشان يتحول لهدف نشتغل عليه براكتيكال بطريقة عملية ويتحقق بإذن الله. ففي كل جانب من الجوانب ال7 دول هتحطي في الخانة بتاعة الفجوة الفرق ما بين الواقع الحالي بتاعك وما بين الحلم بتاعك. الخانة اللي في النص دي، الفجوة دي، هي دي طريقك او بوابتك للوصول للحلم. تخيلي مش الحلم نفسه، الفجوة، المشكلة. انت دلوقتي المشكلة ان $500 زي ما قلنا عايزة توصليهم ل1000 او ل2000. الفجوة هنا $1500. دي المشكلة بتاعتي، انا محتاجة اجيب فلوس بمقدار 1500. طب فين المشكلة؟ المشكلة ان انا ما عنديش مصدر يجيب لي الفلوس دي، يبقى هبتدي اشتغل على المشكلة واشوف مصادر تجيب لي فلوس علشان اوصل بيها الهدف اللي انا عايزاه. فهي دي الكنز، هي دي المشاكل اللي انت هتحليها في حياتك، وبمجرد ما حلتيها هتبقى وصلتي خلاص للخانة الثالثة اللي هي الاهداف والاحلام بتاعتك. بعد ما تلاقي حل المشكلة او حل الفجوة دي،
هتمسكي الحل ده عام قوي، الحل ده جنرال كده، حاجه كده خام. عايزين نحوله لبيبي ستيبس بسيطه جدا صغيره جدا. يعني قلنا ان احنا محتاجين مصدر دخل. طب تمام، ده حل المشكله ان انا الاقي مصدر دخل. اوكي، طب وبعدين عايزه احوله لستيبس. مثلا هشوف وظيفه، اوكي برضو حل عام. هعمل ايه؟ هدور، هبتدي اكتب بقى بيبي ستيبس. هفتح لينكد ان، هعمل ابلكيشن او هعمل اكونت، هبتدي اعمل سي في كويس وقوي واحط فيه كل خبراتي، هبتدي اقدم على كل الشركات، هبتدي ادخل على مواقع الفريلانس مثلا، هبتدي انزل الشارع على ارض الواقع واقسم كده الجدول بتاعي. يوم السبت هروح الشركه الفلانيه، يوم الاحد هروح اقدم في الشركه الفلانيه، يوم الاثنين عندي انترفيو في الحته الفلانيه. حولي الاحلام لواقع، حولي الكلام النظري اللي طاير في الهوا ده، نزليه كده على ارض الواقع وحققيه بخطوات عمليه تعمليها وتنفذيها. دي الطريقه الوحيده ان انت توصلي للاحلام، لان هي اسمها احلام دي في العقل، في المخ، في العقل اللاواعي، وانت نايمه بتحلمي بيها. احنا عايزين نحولها لحاجه واقع بنعيشه واحنا صاحيين. فهي دي الطريقه الوحيده، الورقه والقلم، ان انت تمسكي الحاجه تفككيها لخطوات صغيره، 1 2 3. لما تحققيها وتشتغلي عليها بجهد هتوصلي للنتيجه النهائيه الكبيره. فزي ما قلنا الحل الكبير العام ده هنمسكه، هنقسمه، هنفتفته كده لخطوات صغيره جدا، وخلي الخطوات صغيره قوي عشان لما تبتدي تنفذي خطوه خطوه منهم تتنفذ معاكي بسهوله، مش معاكي مجهود نفسي وعقلي، ما تحسيش ان الموضوع صعب. فتتي الهدف ده لاصغر حاجه ممكنه، لاصغر حاجه ممكنه. لو هتقراي كتاب من 500 صفحه، فتتي الهدف ده ان انت تقراي في اليوم سطر مثلا او سطرين، ابسط حاجه ممكن عقلك يتخيلها. دي اقوى طريقه ان انت تبني بيها عاده، ومجرد ما بنيتي العاده دي هتتعودي انك كل يوم تنجزي وتزودي في رصيد انجازاتك في العاده دي او في الجانب ده من حياتك، وبالتالي هتلاقيكي من غير ما تاخدي بالك وصلتي للنتيجه الكبيره وتحققت في حياتك وانت مش عارفه انت عملت ايه. يعني انا كل يوم بقرا سطرين بس، ازاي خلصت كميه الكتب دي مثلا؟ فمهم جدا ان انت تقسمي الهدف الكبير لخطوات، زي ما قلنا ان انت تقسمي، تشوفي المشكله فين وتشوفي حل المشكله ايه، وتشوفي الحل الكبير ده تقسميه لعده حلول صغيره، وكل حلول صغيره هتقسميها لبيبي ستيبس، خطوات كده متفرعه منها، وهتحطي الخطوات دي في جدول اعمالك وجدولك اليومي، هتقسميها على الاسبوع بتاعك علشان تبقى حاضره قدامك وقدام ذهنك وقدام عقلك وعينك. ودي اهم حاجه، تبقى حاضره قدام عينك. كل يوم تبصي على الجدول بتاعك، كل يوم تبصي على الهدف الكبير، كل يوم تبصي على الهدف الصغير، وانت حققتي كام في المية منه، انت مشيتي ووصلتي فين، انت في انهي درجه على السلم. فمهم ان انت الخطوات دي تجسديها في جدول اعمالك وفي جدولك اليومي وتحطيها في يومك. ما تبقاش برضو مجرد احلام وخلاص، ما تبقاش مجرد طموحات، ما يبقاش مجرد اهدار لجهدك وبس، انك تكتبي خطه وتكتبي تقسيمه للسنه وتقسيمه للشهر وتقسيمه للاسبوع وما تلتزميش بيها في الاخر. فحطيها في جدولك، حطي نوتيفيكيشنز على موبايلك، حطي منبه، حطي علقي جدول على الحيطه، اي حاجه تفكرك بالهدف ده تبقى دايما قدام عينك علشان ما تنسيش، علشان ما تتشتتيش، والاهم عشان تلتزمي بيها. نقطه كمان برضو مهمه جدا، فكره ان انت تشوفي الحاجه قدام عينك. خليكي دايما شايفه اهدافك واحلامك، خليكي دايما شايفاها. حولي الاحلام اللي في مخك لحاجه تقراها الحواس بتاعتك. تكتبي بقى، تشوفي بعينك. لو نفسك تصيفي في حته معينه، افتحي يوتيوب وشوفي فيديوهات عن البلد دي، شوفي صور، اقرأي عن البلد دي، هاتي كتب عن الموضوع ده، اتخيلي، اعملي فيجن بورد مهم جدا. اطبعي الصور دي في بانرات مثلا او في صور ورق كبير وعلقيها في اوضتك. كوتس، اهم الكوتس والاقتباسات اللي اثرت فيكي مثلا من كتبك المفضله، اهم الصور اللي انت شفتيها مثلا على بنترست، على يوتيوب او على جوجل، نزليهم واطبعيهم وحطيهم قدام عينيكي، دايما قدام عينك. الحاجه اللي هتديكي بنزين، دايما شغاله، دايما شايفه الهدف قدام عينك، فمش بعيد عليكي، فانت حاسه ان هو قريب وحاسه ان هو باذن الله هتوصلي له. دي الطريقه اللي تقدري بيها تجسدي احلامك، ودي الطريقه اللي انت تقدري توصلي بيها لحياه احلامك، لاحسن حياه ممكن تعيشيها على الواقع وفي الدنيا دي. ناس كتيره قبلك عملوه وانت تقدري تعمليه، وبان انت تعملي الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي باذن الله هتحسي فعلا ان انت مسكتي زمام الامور كده وعرفتي تتحكمي في كل جانب من جوانب حياتك، توصلي فيه للي انت عايزاه بالظبط. لو عايزه تشوفي فيديوز تانية زي انسبيريشن وافكار تعرفي تنفذيها عشان توصلي باذن الله لاحسن نسخه من نفسك ومن حياتك، استنيني باذن الله في فيديو تاني قريب. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.